باش نعمل البشكوت والزمني التونسي، حطيت عظمتين، ضفتلهم ساشي سكر فاني، 150 غرام سكر حبيبات. الخليط باش يتجانس مليح ويذوب السكر، تقعد تخلط فيها هكاكا، تنجم حتى بيديك. ومن بعد 150 ملي زيت، نفس الكيس هذاك هو السكر، حطيت 150 غرام سكر ونفس الكاس قست به الزيت 150 ملي يجيب. وكملت نخلط باش الخليط يتجانس مليح ويذوب السكر. من بعد ضفت ملعقتين قشور برقدان باش يعطي نكهة طيبة وبنة. من بعد ضفت ملعقة بسباس، نجم تزيدو أكثر، نجمو تزيدو زريعة الكتان، عطرجية، لكم حرية الاختيار. هنا زدت 70 ملي حليب، تنجم تستغنى على حليب، تنجم ما تحطش حليب. أنا حطيت غربلت 450 غرام فرينة، حطيت الشطر وضفت معاها ساشي خميرة حلويات. وهنا بقية الفرينة ضفت معاها 50 غرام نشا باش يجي البشكوت هشوش. وكملت نلم فيها لمان، العجينة تتلم لمان. وبعد هنا عملت بودان وبالفرشيطة باش نشرفها باش تجي الكعبة مزيانة بيديا من غير ماكينة، ما استعملتش الماكينة. تاخد فرشيطة وتعملك التشريفة من فوق، أسهل وأسرع. كعبة البشكوت وتجي حوالي 5 سنتي، كي تحطها في الطبق تخلي فراغ بين الكعبة والكعبة. طبقك تحطو بابي كويسون ولا تنجم تدهنو حتى بالزيت. هذولي هنا باش نعمل كعك. هذيك نفسها الباتة راهو تجي يويو، تنجم تاخو تعمل كعبات هكاكا كعك وتقليهم في الزيت يجيوك يويو مع الشحور طبعا. هذولي هكاكا باش نكعبر كعبورتين وفي الوسط تعملها تنقبهم هكاكا وتجي كيما الكعكة بنينة، تجي محلاها مزيانة يحبوها الصغار. هذاك هو طيح لي طبق كامل، حطيته في الفور 180 درجة لمدة 25 دقيقة.